يوم مو عادي قضيته باسطنبول وكانت فيه تجارب مختلفة. كملوا معايا الفلوج وراح تتفاجئون بالأماكن اللي اكتشفتها. ويا مساء النور، يوم جديد في اسطنبول. دائما بداياتي خلاص صرتوا حافظينها بباقة الورد. ورحت على أقرب كافي، جربت من عندهم شاي ومخبوزات، كانت مرة لذيذة وطازجة. بهذا الوقت جهزت أغراضي علشان أنتقل مع الجروب في جدول اليوم. هذه الشنطة مرة فادتني، أخذتها من شي إن، تشيل معاك كل شيء. الباور، سلك الشاحن، باقة الورد والمظلة بعد. عينكم على الأجواء اللي تنتظرنا بداية اليوم، وهنا كنا ننتظر السايق. ما ابتعدنا كثير. وقفنا عند استراحة كذا، كانت عبارة عن حديقة محاطة بالأشجار، والأجواء ما أحكي لكم، كانت خيالية. تصدقون هذه ثاني سفرة لي لتركيا وتوي أجرب هالبطاطس، كانت يمي وحارة فعلا تدفي. بعد كذا انطلقنا للوجهة الثانية، ويعطيها العافية المشرفة دلعتنا بشوكلت وقهوة سعودية. طبعا هذا المكان كان خرافي بإذن الله، بأترك لكم اسمه ولازم تزورونه، خاصة بالأجواء الحلوة. المكان خرافي فعلا، يبعد عن الأماكن السياحية ويحتاج مشوار، بس فعلا يستاهل، لازم يكون من ضمن الجدول. فيها ألعاب ومطاعم وكافيهات، منطقة مفتوحة. Parkta vardı ya anneciğim, anlatmaya çalışıyorum çocuğa. تركت لكم بعض اللقطات عشان تستمتعون معايا. واتجهت لمقهى يفتح النفس وجلساته بعد. وصل طلبي، وطبعا ما استغني عن السبستيان. شوفوا كيف تجمدت الشوكلت من قوة الهواء والبرودة، والإطلالة كانت خرافية، وقهوة فعلا مميزة مع هتان المطر. بعد من حسن حظنا اليوم كان ممطر، والأجواء كانت خيال، بس ما هي الأجواء اللي تعيق الحركة أو توقف عندكم الجدوى، بالعكس تقدرون تستمتعون وتنبسطون، وهذا أهم شيء. وبعد استخدمت مشرفتي كمساعدة لي في التصوير، أخذت هذه اللقطات كذكرى. الحين اتجهنا لمنطقة ثانية، وكانت غابة. لا يفوتكم أي محل يبيع فواكه. فواكه عندهم طازجة وطعمها مختلف. الأجواء بعد ساعدتنا بالغابة، كانت خرافية. أول مرة أزور غابات في إسطنبول، ومرة استمتعت بهذه التجربة، حيث أنها تفصلكم عن المدن وزحمتها.
في نور هنا. بس ما أخبي عليكم المشي كان متعب جدا، والمسافة طويلة لحتى ما نوصل للقمة وللبحيرة، بس الأجواء والمنظر فعلا كان يستاهل. قاعدة أقول له يسوي لنا هنا، يسوي لنا هاي روعة هنا. هنا انتقلنا لفعالية مرة حلوة، أنصحكم تجربونها، تجربة مختلفة بين الغابات. تقدرون تحجزون، أو إذا في غير موسم أول ما توصلون الموقع تشتركون بالفعالية. بس مرة كانت حلوة وممتعة، وأنا أول مرة أجرب كذا نوع من الفعاليات. وإذا وصلتم معايا لهذه النقطة لا تنسون الكومنت واللايك والشير. اللايك على الفيديو يساعد في رفع الفيديو ويقترح على متابعين جدد. فعلا التجربة كانت حية ولا تنسى، فعلا بدعوا.
ومع نهاية الفلق اليوم انتظروني بفلقات قادمة بتكون أجمل وأحلى بكثير.